أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في صحراء العراق سنة 2007 في أيام وجود الاحتلال الأمريكي، وبنشوف 2 من القناصة الأمريكان موجودين في الصحراء علشان يمشطوا المكان ويعرفوا مين اللي قتل الجنود اللي كانوا موجودين قبلهم في نفس المكان. وبعدها القناص ماسيوس بيعرف زميله القناص إيزيس إن مفيش أي حركة في المكان ولا أي إشارة بتدل على وجود أي قناص عراقي أو قوات منهم، وبيرد عليه إيزيس وبيعرفه إن لهم أكتر من 20 ساعة في المكان ومفيش أي شخص أو جندي عراقي ظهر، أو ممكن حتى يكون الشخص اللي قتل القوات الأمريكية محترف ولسه موجود معهم. وبعدها بيبدأ إيزيس يراقب المكان كله بالمنظار، وبيستغرب من إن شخص واحد قدر إنه يقتل 8 أشخاص وكمان صابهم بطلقات في الراس في وقت قليل جدا. لكن ماسيوس بيقول له إن ده مش ممكن لأنهم مش بيحاربوا القناص جوبا. وبيتضح هنا إن في الحقيقة القناص جوبا اسمه عزام مهدي، وكان معروف إنه قناص محترف وخطر على أمريكا وعامل قلق ليهم. وبنرجع تاني لماسيوس وهو بيعرف إيزيس إن القوات اتقتلت بسبب كمين اتعمل لهم من العراقيين وإن المكان ما فيهوش حد. وبعدها بيقرر انه ينزل بنفسه ويعرف سبب موتهم وازاي تم قتلهم، وبيكون إيزيس بيعرف يتواصل معها عن طريق سماعة الأذن، وبيراقبه بالمنظار وبيأمن له المكان علشان لو في أي خطر عليه يقدر يساعده. وساعتها ماسيوس بيبدأ يتحرك في المكان وبيحاول يكتشف اللي حصل، وفي نفس الوقت بيكون إيزيس بيقول له ان المنظار اللي معاه الرؤية اللي فيه مش واضحة زي الأول، وبيهزر ماسيوس وبيقول له ان المنظار اللي معاه بتاع صاحبه دين اللي اتقتل. وبعدها ماسيوس بيكتشف ان الجنود اللي اتقتلت كلهم ماتوا فعلا عن طريق إصابتهم بطلقات في الرأس. وبيعرف صاحبه إيزيس إن في حاجة غريبة في المكان، وبيحاول يعرف مكان القناص وإزاي قدر يقتلهم كلهم مع بعض من غير ما يعرف يحدد مكانه. لكن بيتفاجئ لما بيرد على إيزيس وبيطلب منه إنه يرجع للمكان بتاعه تاني لأن المكان بقى فيه خطورة عليه. ولما ماسيوس بيتكلم مع إيزيس وبيحاول يعرف مكان القناص بيتصاب برصاصة، وبيطلب من إيزيس إنه ينقذه ويحدد مكان ضرب النار. وساعتها بينزل إيزيس من الجبل وبيكون القناص العراقي بيحاول إنه يقتله، لكن إيزيس بيقدر إنه يتفادى الرصاص وهو بيجري علشان ما يتصابش. لكن أول لما بيوصل إيزيس لماسيوس بيتصاب برصاصة في رجله، وساعتها بيقدر يهرب منه وبيحمي نفسه ورا سور موجود في المكان، وهو خايف جدا من اللي حصل معاهم. وبيحاول يسيطر على نفسه وبيفضل يزحف على الأرض علشان يتواصل مع ماسيوس، وطلب منه إنه يستخدم الإسعافات والضمادات اللي معاه علشان يقدر يوقف النزيف. وساعتها ماسيوس بيطلب منه إنه يلاقي لاسلك الهواء اللي معاه علشان يتواصل مع القيادة ويبعت لهم الدعم. وبعدها إيزيس بيحاول يربط رجله بالحزام اللي معاه علشان يوقف النزيف، وبيطلع اللاسلكي وبيحاول يتواصل مع القيادة، لكن للأسف ما بيكونش فيه استجابة، وبيكتشف إن الجهاز اللي معاه مش شغال أصلا. ولما تصب برصاصة بيفهم إن كده اتصالاته اتقطعت من القيادة، وكمان هيموتوا في نفس المكان زي ما زميلهم ماتوا قبليهم. وبعدها بيتواصل مع ماسيوس وبيقول له إنه لسه في فرصة وإنه هيقدر يسيب القناص العراقي لو حدد مكانه عن طريق مسافة إطلاق الرصاص. لكن إيزيس بيرفض لأن الموضوع بيكون فيه خطر عليه وممكن إنه يتقتل. وبيروح إيزيس يكسر أكتر من حجر في السور وبيبدأ يراقب المكان بالمنظار اللي معاه، وبيحاول إنه يتواصل مع ماسيوس، لكن ماسيوس بيكون أغمى عليه. وبيقرر إيزيس إنه يعالج الجرح اللي في رجله بسبب شدة الألم اللي بيعاني منها، وفعلا بيقدر إنه يطلع الرصاصة وبيستخدم الإسعافات اللي معاه، وكمان بيقدر يوقف النزيف، لكن هو كمان بيغمى عليه. وبعدها بيفوق إيزيس على النداء الأخير في السماعة وبيطلب منه إحداثيات مكانهم علشان ينقذهم. وساعتها إيزيس بيفرح علشان القيادة تواصلت معاه وهيتم إنقاذه. لكن الغريب إنه بيطلب منه إنه يحدد موقعه عن طريق إنه يظهر من ورا السور ويضرب رصاصة في الهواء، لكن إيزيس بيرفض يعمل كده وبيعرفه إنه بكده هيكون مكشوف للعدو أو إنه كمان هيقدر يقتله بكل سهولة. وساعتها إيزيس بيعرف إن ده مجرد كمين معمول ليه، وبيفهم من طريقة كلام اللي بيكلمه إنه مش أمريكي بسبب لهجته. وبعدها بيتكلم مع إيزيس وبيسأله إذا كان عايز منه حاجة، وبيعرفه إنه لسه جديد في الجيش وإنه ما يعرفش أي حاجة عنه ولا أي معلومات. لكن القناص العراقي بيتكلم معاه وبيعرفه إنهم هما الاتنين بس اللي موجودين في المكان، علشان كده عايز يدردش معاه شوية في الكلام. وإيزيس بيستغل الكلام معاه وبيبدأ يراقب المكان بالمنظار، وبيرجع يرسم إحداثيات المكان علشان يقدر يحدد مسافة وجود القناص، وكمان يعرف ضرب النار عليه من أي اتجاه. وبعدها بيرجع القناص العراقي يتكلم معاه تاني وبيسأله عن أصحابه وزمايله في الجيش، لكن إيزيس بيرفض إنه يتكلم معاه. لكن القناص بيقول له إنه مش عاوز يعرف أي أسرار أو معلومات عسكرية، وبيحاول يدردش معاه في أي كلام مش أكتر، وهدده إنه لو ما اتكلمش معاه هيقتل صاحبه ماسيوس، وإن ده هيكون خسارته التانية بعد ما قتل صاحبه دين. وقال له كمان إنه بيستعمل المنظار الخاص بصاحبه دين. وساعتها إيزيس بيتفاجئ من كلامه
وبيسأله عن صاحبه دين وإزاي قدر يعرف كل الكلام اللي كان بينه وبين صاحبه ماسيوس، لكن القناص ما اهتمش لكلامه وطلب منه إنه يرد على أسئلته وإلا هيقتل صاحبه ماسيوس. وساعتها إزيس بيوافق وبيبدأ يتكلم معاه، لكن بيحس بالعطش، ولما بيطلع إزازة المية اللي معاه بيلاقيها فاضية، وبيتضح إنها اتخرمت لما اتضرب عليه نار. وبيرجع يتكلم تاني مع القناص العراقي وبيسأله إن اللعبة اللي بتحصل بينهم دي هتنتهي إمتى، لكن بيرد عليه وبيعرفوا إن دي مش لعبة وإنه بس مجرد نقاش علشان يستمتعوا بكلامهم مع بعض. وقال له إنه هو كمان عارف إنه أكيد دلوقتي عطشان، علشان كده ضرب نار على إزازة المية بتاعته. وطبعا إيزيس مش بيقتنع بكلامه وعرفه إنه حاول يقتله، لكن الرصاصة جت في إزازة المية، لكن القناص قال له إنه قاصد يعمل كده، وإنه كمان صوب على الجهاز اللاسلكي الهوائي علشان يتعطل وما يقدرش إنه يتواصل مع القيادة. وكمان قال له إنه صوب على الوريد اللي في ركبتك علشان مهما تعالج الجرح بالإسعافات والضمادات هتفضل تنزف دم كتير. وساعتها إيزيس بيتصدم من كلامه وبيمسك سلاحه من كتر الخوف، وإنه إزاي يكون في شخص يقدر يعمل كل ده ويسبب له إصابة في رجله ويتلف المعدات اللي معاه في وقت واحد. بعد ما إيزيس بيفقد كل التركيز ووصف القناص العراقي بالإرهابي واللي بيقتل الجنود الأمريكية، لكن بيرد عليه القناص وبيعرفه إن السور اللي بيتحامى فيه ده كان جزء من مدرسته في يوم من الأيام زمان، وإن المبنى انهار بسبب الحروب اللي حصلت بينهم. وبيقول له إن الشخص الإرهابي بيكون أنت، لأنك دخلت أرض مش أرضك ومش تبعكم، وكمان بتحاربوا على أرضها وترابها علشان تقتلوا العراقيين. وفي نفس الوقت ده بيلاحظ إيزيس إن في صوت غريب جنب القناص، وبيرجع تاني ياخد المنظار وبيستدرج القناص في الكلام علشان يقدر يحدد مكانه. وفعلا إيزيس بيقدر يحدد مكانه ويعرفه عن طريق المنظار. وبيتضح إن القناص العراقي موجود في وسط القمامة الموجودة قدام السور، وده بيكون بسبب وجود الغراب عليها، وكان مصدوم من اللي بيحصل وعرف إن الشخص اللي بيحاربه مش أي شخص عادي، وإنه كمان محترف جدا. وصفوا إيزيس بالقناص المحترف جوبا، لكن القناص العراقي بيعرفوا إن في أشخاص كتير مسميين نفسهم باسم جوبا، وإن هو مجرد راجل عراقي عادي. وساعتها إيزيس بدأ يحس بالإحباط، وإن الشخص اللي بيكلمه مجرد واحد بيلعب بعقله وبيستفز قوته وتركيزه وكأنهم مش في حرب. وبعدها إيزيس بيحاول إنه يقلع هدومه والخوذة بتاعته وبيستخدمها بسلاحه كشخص مستعار علشان القناص العراقي يضرب عليه نار. وساعتها إيزيس يقدر يحدد مكانه، لكن للأسف محاولته بتفشل واليأس بدأ يسيطر عليه، وفكر إنه ياخد السلاح ويقتل نفسه علشان يخلص من اللي هو فيه. لكن فجأة بتقوم عاصفة رملية في الصحراء وبتكون الرؤية معدومة، ومن هنا بيقرر إيزيس إنه يستغل العاصفة ويروح لجندي مقتول في نفس المكان اللي هو فيه علشان ياخد منه الأكل اللي معاه والجهاز اللاسلكي. وبعدها بيحاول إيزيس يرجع تاني للمكان اللي كان فيه اللي هو السور، لكن القناص العراقي بيضرب عليه نار علشان يقتله، لكن الرصاصة ما جاتش فيه. وكمل العراقي بالقناصة على السور على أمل إنه يصيب إيزيس، لكن إيزيس زحف على الأرض واتحرك بسرعة لغاية ما بقى في أمان وفتح الشنطة اللي أخدها من الجندي المقتول، وفرح جدا لما اكتشف إن فيها أكل ومية فعلا، وفضل ياكل ويشرب لغاية ما حس بالأمل. لكن بعدها بيكلمه العراقي في السماعة وبيقول إنه اللي هو عمله ده تصرف أحمق، وفهمه إنه كان ممكن يقتله بسهولة جدا. وفضل يكلمه باستهزاء وقال له ليه بتحاول تقتل نفسك؟ هو أنت مش عارف إن إحنا أعداء؟ وساعتها إيزيس اتعصب من كلامه وما ردش عليه، وراح بسرعة علشان يشغل اللاسلكي اللي لقاه مع الجندي، لكن برضه لقاه مش شغال. وساعتها اتكلم معاه العراقي وقال له إن اللاسلكي اللي أنت خاطرت بحياتك علشان تجيبه ده طلع مش شغال لأني عطلته هو كمان. وفي وسط الكلام سمع إيزيس تشويش في السماعات وحس إن اللي بيعمل التشويش ده هو ماسيوس صاحبه، وراح علشان يتأكد إنه هو. وأول ما قرب من ماسيوس اكتشف إنه لسه عايش، وفرح جدا لما شافه بيتحرك وكلمه من بعيد بصوت عالي وقال له إن القناص العراقي موجود في وسط كومة القمامة. وساعتها ماسيوس حاول إنه يتحرك ببطء علشان يجيب القناصة بتاعته من غير ما يحس به القناص ولا يشوفه وهو بيتحرك. وفي نفس الوقت بدأ إيزيس يتكلم مع القناص العراقي علشان يشغله ويلفت انتباهه بعيد عن ماسيوس. ومع الوقت قدر ماسيوس يوصل للقناص اللي معاه، وبسبب العاصفة والتراب اللي في الجو ما كانتش الرؤية واضحة بالنسبة للعراقي. وساعتها ماسيوس قدر يصوب القناصة في وسط كوم القمامة وضرب أكتر من رصاصة بشكل عشوائي على أمل إنه يصيب القناص بواحدة فيهم، لكن القناص العراقي هو كمان قدر يعرف مكانه وضرب ماسيوس برصاصة في كتفه. وساعتها إيزيس حاول إنه يتكلم مع العراقي في السماعة وفضل يترجاه إنه يسيب ماسيوس عايش، وإنه بسبب الإصابات اللي في جسمه مش هيقدر يضربه تاني ومش هيشكل عليه أي تهديد ولا خطر. وساعتها ماسيوس حاول إنه يزحف على الأرض ويقاوم الإصابات اللي عنده لحد ما يوصل لصاحبه إيزيس ويستخبى معاه ورا السور، لكن وهو في طريقه قبل ما يوصل للسور بيضربه العراقي برصاصة في راسه وبيموت ماسيوس في ساعتها. وبيكون إيزيس شايف كل اللي حصل قدامه وهو منهار من العياط وهيتجنن من الوضع اللي هو فيه، وبيتفاجئ بصوت في اللاسلكي وبيكون صوت واحد من القادة في الجيش وهو بيحاول يتواصل معاه.
معاه. وساعتها إيزيس بيفرح جدا وبيحاول إنه يرد على القائد، لكن للأسف المايك ما كانش شغال، واتفاجئ بالعراقي وهو بيرد على القائد من اللاسلكي اللي معاه، وبيكلم القائد على إنه إيزيس وبيفهمه إنهم كويسين وإن المهمة اللي كانوا جايين علشانها تمت بنجاح. وكان إيزيس بيسمع الحوار اللي بينهم وهو هيتجنن ومش عارف يعمل إيه. وساعتها القائد قال له في اللاسلكي إنه هيكون موجود عندهم خلال دقايق علشان يوصلهم للوحدة بتاعتهم بأمان. وعلى الرغم من إن إيزيس مش عارف يتكلم معاه، لكن حس إن في أمل علشان القائد قال إنه هيجي بنفسه علشان ياخدهم من المكان ويوصلهم للقاعدة بتاعة الجيش. وبعدها اتكلم مع القناص العراقي وفهمه إنه مش هيقدر يضرب نار على المروحية اللي هتجيلهم، علشان لو ضرب عليهم نار ساعتها يعرفوا مكانه وهيقدروا يصوبوا عليه هو كمان. لكن العراقي ما اهتمش لكلامه وما كانش بيرد عليه. وأول ما إيزيس شاف المروحية وهي جاية من بعيد قرر يغامر بكل حاجة علشان يعرفهم مكانه. وبعدها وقف جنب السور علشان يهده، ولما وقع السور اتسبب في غبارة كبيرة من التراب، وبسببها العراقي ما قدرش يشوف حاجة. ومسك إيزيس القناصة وحاول يصوب عليه، ولما قربت المروحية حاول العراقي يضرب إيزيس بالنار، لكن الرصاصة ما جتش في إيزيس، وبسببها قدر يحدد مكان العراقي وضرب عليه رصاصة. وبعدها وقف علشان يتأكد إنه مات، وبالتالي مش هيرد عليه الضربات. وفي نفس الوقت بتوصل المروحية لمكان إيزيس، وبياخد إيزيس الجنود وجثة إيزيس وبيركبوهم المروحية، وبيركبوا لإيزيس جهاز التنفس وبيحاولوا إنهم يعالجوه، لكن المروحية بتعدي من فوق كومة القمامة وبيصوب عليهم القناص العراقي وبيقتل كل الجنود اللي مع إيزيس في ثواني، وكمان بيضرب على المروحية هي كمان، وساعتها بتقع المروحية على الأرض وبيموت كل الجنود اللي فيها. وبتحاول القيادة تكلمهم على اللاسلكي اللي موجود في المروحية، وبتكرر النداء أكتر من مرة على أمل إن حد فيهم يرد، لكن بيرد عليهم القناص العراقي من اللاسلكي اللي معاه وبيعرفهم إنهم عايشين وإن المهمة تمت بنجاح. وهنا بيكون فيلمنا خلص. استنونا في أفلام تانية جديدة، وسلام.